ازيكم؟ انا ندى، وفيديو النهارده هيكون عن ازاي نعمل جدول المذاكره عشان نلم بيه المذاكره اللي متراكمه علينا شويه الفتره دي، او الناس اللي حتى يعني مظبطه نفسها وكده في المنهج او خلصت منهج بس عايزه تبتدي بقى ان هي تراجع وكده عشان خاطر الامتحانات طبعا على الابواب. طبعا الجدول ده غالبا هيتناسب كل السنين حرفيا. انا هديكم بس يعني زي ما بيقولوا الاسطمبه كده اللي انتوا تعرفوا تعملوا بيها اي جدول، وانتوا بقى هتقسموها على حسب ظروفكم، على حسب السنه اللي انتوا فيها، وعلى حسب المواد اللي عندكم وكل الكلام ده. المهم اول حاجه ان احنا في الجدول بتاعنا اليوم بتاعنا هيبدا غالبا من الفجر، لو احنا مثلا حابين اللي هو يعني نجتهد قوي، او احنا ورانا حاجات كتير حابين ان احنا نخلصها، او بقى لو احنا مثلا يعني الدنيا متظبطه معانا شويه او مش محتاجين ان احنا نصحى بدري قوي كده، فتمام مفيش مشكله. بس عامه يعني المذاكره الفجر بصراحه حاجه تحفه جدا، انا شخصيا جربتها. يعني كميه تركيز مش طبيعيه، هدوء ويعني سلام نفسي كده مش طبيعي. ده غير ان انت بتكون مصلي الفجر وبادئ تذاكر، فاللي هو اصلا البركه موجوده في كل حته، فدي حاجه لوحدها كويسه جدا. فده لو انت حابب ان انت تصحى وتصلي الفجر، او لو مثلا انت يعني مش عايز تصحى الفجر قوي بس لازم برضو ان انت تصحى بدري. يعني ما ينفعش مثلا تبقى نايم طول النهار وتعوز تذاكر بقى في باقي اليوم او كده، لانه الواحد بيحس كده انه فتره الصبح لو ضاعت يبقى اليوم كله ضاع. فحاول ان انت تصحى بدري، يعني على الاقل لو مش هتصحى الفجر، حاول ان انت تصحى كده من الساعه 6 7 الصبح، 8 بالكتير قوي، عشان تلحق تذاكر حبه حلوين قبل ما تنزل دروس مثلا، او لو عندك اي مشاوير او كده، او اليوم بقى هيبدا يشتغل، فممكن في اي حاجات تانية تشغلك عن المذاكره. المهم انت ربنا هداك خلاص وبدانا نذاكر، دي شويه حاجات هتساعدك كده. اهم حاجه ان انت تكون واكل كويس فاطر، لما تصحى الصبح افطر حاجه خفيفه برضو عشان تشغل دماغك كده. اشرب ميه، خلي دايما جنبك ميه، والله دي حاجه بسيطه بس بجد بتفرق قوي. برضو حاول ان انت تكون عامل اللي عليك اتجاه يعني ربنا، او اتجاه العبادات والحاجات دي. حاول ان انت زي ما قلنا تكون صحيت، صليت الفجر، وبعد كده قعدت ممكن تقرا مثلا صفحه او صفحتين بس من القران حتى. ده بجد يعني فاهم، هيفتح نفسك كده، ويخليك بجد من جواك اللي هو لا انا يعني مرتاح كده وعايزه اذاكر يعني. المهم ان احنا هنبدا نذاكر، هنحدد لنفسنا وقت معين نذاكر فيه الحاجه الفلانيه، يعني زي ما هنشوف دلوقتي في الجدول احنا كاتبين الحاجه الفلانيه وكاتبين الوقت اللي احنا هنعمله فيها، عشان الوقت ما يضيعش مننا او ما نحسش ان احنا بنستهلك وقت اكبر في حاجه مش مستاهله اصلا. حاول برضو ان انت تذاكر من كل ماده جزء، ما ينفعش مثلا انت تاخد الماده مثلا مره واحده الا لو انت خلاص متظبط فيها 100 100، وده اللي هقوله برضو بعد كده في الجدول وكده، لان انا هقول كذا فكره للجدول وانت بقى تقسمها على حسب يعني قدرتك انت، او على حسب انت عايز ايه. برضو لازم يكون في بريك بين كل فتره وفتره عشان ما نتعبش، البريك بيبقى على حسب الفتره اللي انت هتذاكرها. يعني مثلا لو هتستخدم تقنيه البومودورو، انا هتكلم عنها بعد كده برضو في فيديو لوحدها، لان انا شخصيا جربتها وهي طريقه ناجحه جدا جدا للمذاكره. فان شاء الله هعمل عنها فيديو قريب. المهم ان هي انت بتذاكر 25 دقيقه وبتاخد 5 دقائق راحه، فدي عشان انت بتذاكر 25 دقيقه بس. لكن مثلا لو انت بتذاكر ساعه، لو هتذاكر ساعه متواصله فهتاخد لك مثلا ربع ساعه بريك، لو هتذاكر ساعتين فهتاخد لك مثلا نص ساعه بريك بس. ما برجحش قوي فكره ان انت تذاكر فتره طويله وتاخد بريك برضو فتره طويله، لا، ذاكر فتره يعني الى حد ما قصيره وخد بريك برضو صغير، وبعد كده ارجع ذاكر فتره صغيره وبريك صغير. ده بعد كده هتلاقي نفسك ذاكرت مثلا ساعتين عن طريق تقنيه البومودورو مثلا اللي هي 25 و5 دقائق، فانت ممكن تذاكر ساعتين على مرتين، فاللي هو الموضوع كويس جدا. مرتين ولا كم مره؟ 25. فمثلا بتقنيه البومودورو دي انت لو عملتها 4 مرات يبقى انت كده ذاكرت ساعتين، في حين ان انت مثلا ممكن تذاكر ساعتين كاملين وبعد كده تاخد بريك نص ساعه، فاللي هو فاهم انت كده استهلكت ساعتين ونص. ده غير ان انت كمان ممكن دماغك في نص الساعتين دول تقفل وما تعرفش تركز. لازم برضو ان انت تكون تستمر على الجدول اللي انت هتعمله ده، يعني مش مجرد الجدول ده اللي هو ورقه وقلم هتمسكهم وتقعد تكتبهم وخلاص وتاخدهم تطبقها وترميها. لا، لازم ان انت تستمر عليه، وده هيجي من ان انت مصر على هدفك ومصر على الحاجه اللي انت عايز تعملها. فانت خلاص يعني مؤمن بنفسك زي ما بيقولوا، وانا هعمل كده يعني هعمل كده. برضو طالما احنا خدنا قرار ان احنا هنذاكر يبقى نذاكر بضمير، يعني الموبايل يكون بعيد عننا، مفيش اي حاجه تشتتنا، مفيش اي حاجه مثلا يعني نكون بنذاكر اونطه كده او ماسكين الكتاب وخلاص، لا احنا بنذاكر وماسكين الكتاب وبنذاكر بجد عشان ان شاء الله ربنا يجازينا على تعبنا ده. طب هتقولي انا بذاكر على الموبايل، لان دي مشكله بتواجه ناس كتير. حاول ان انت مثلا لو مثلا يعني فاتح مثلا كتاب من على الموبايل او كده تكون قافل الواي فاي. لو مثلا عايز تفتح من فيديوهات من على اليوتيوب حاول ان انت تنزلها وتقفل الواي فاي وبعد كده تقعد تتفرج عليها. ده هيساعدك كتير، لانه لو الواي فاي مفتوح في الموبايل فده ممكن يجي لك رسائل، ممكن اللي هو فاهم اخش ابص بصه كده على الانستجرام، والبصه دي بقى اللي بتقعد ساعتين. فلا، حاول ان انت لو هتستخدم الموبايل على الاقل تستخدمه من غير واي فاي. المهم دلوقتي يلا بينا نشوف الجدول بتاعنا. هو ده الجدول اللي انا عملته، جدول بسيط خالص خالص خالص. انا شخصيا اصلا من الناس اللي يعني مش بهتم قوي بالجداول الورقيه، يعني انا بحب اخطط في دماغي قوي، ولو عندي حاجات مهمه بكتبها بقى في نوت صغيره او كده.
لكن برضو في ناس كتيره قوي قالت لي ان هي يعني مش بتحب الطريقه دي وبتحب طريقه الورقه والقلم، فانا اكيد مش هتاخر عنكم وهعملها لكم، فعملت لكم الجدول ده زي ما احنا شايفين. فيلا بينا واحده واحده نشوف بقى الجدول ده يعني محتوياته ايه. هو كده اعتقد واضح، هو بس الكلام معكوس شويه، فيعني حاولوا تفهموني لان انا بصور بالكاميرا الاماميه. المهم ان انا عملت هنا الجدول عادي جدا، قسمته للاسبوع، وفي جدول كمان لليوم. انا نسيت اقول الحته دي ان احنا هنعمل جدولين، واحد للاسبوع وواحد لليوم، لان احنا ما ينفعش نعمل جدول واحد بس للاسبوع، لان اولا لو عملنا جدول للاسبوع وفي يوم سقط مننا ده هيضيع مننا الاسبوع كله، لان في ناس اللي هو فاهم انا اليوم ده ما ظبطش معايا يبقى خلاص باقي الايام مش هتظبط وخلاص قطع لي الورقه دي وارميها. لكن لو معانا جدول لليوم، فلو مثلا جزء من اليوم باظ فخلاص تمام هنحاول نكمل باقي اليوم ونبدا اليوم اللي بعده بقى بجدول يوم جديد بنشاط جديد. احنا خلاص يعني اليوم اللي راح واللي جاي بقى احسن. فهو ده جدول الاسبوع، جدول بسيط جدا. اول حاجه كتبت هنا الايام اللي عندي، وهبدا كتبت هنا المواد اللي عليا. انا ما كملتوش كله بصراحه لان انا يعني كنت عايزه اعمل الفيديو على السريع كده، فطبعا انتوا يعني هتقسموه على حسب انتوا عندكم مواد ايه او عايزين تذاكروا ايه او ايه اللي فايتكم كده. فده يعني مجرد ايه اسطمبه كده، وانتوا بقى املوها براحتكم يعني. المهم هنا كتبت مثلا زي يوم السبت، كتبت هنا مثلا عايزه اذاكر عربي بلاغه، عايزه مثلا انجليزي هذاكر الوحده الثانيه، فيزياء مثلا هراجع على الباب الاول، والرياضه مثلا هيكون طاقتي خلاص خلصت فهقعد مثلا احل مسالتين 3 رياضه وخلاص. طبعا ده على حسب استيعابكم، يعني انا ممكن تحطوا حاجات اقل من كده، انا شايفه ان فعلا 4 مواد في اليوم كتير، بس انا قلت يعني ايه اديكم بس فكره عن تنوع المواد، ان احنا لازم واحنا بنذاكر في اليوم بتاعنا نكون منوعين بين المواد، نذاكر كذا ماده، ما نذاكرش ماده واحده في اليوم الا لو احنا يعني فاهمين متظبطين قوي في الماده دي، فعايزين بس نلمها كده مره واحده مش احنا بنذاكرها. زي مثلا ما انا عامله هنا يوم الحد انا حاطه فيه جغرافيا، بس ليه؟ لان الجغرافيا اولا هي ماده فاهمين يعني سهله كده يعني ممكن تتلم اصلا مره واحده، ده اولا. ثانيا ان هي ماده يعني فيها حفظ شويه، فاللي هو انت لو هتقعد تجيبها مره واحده ده احسن بكتير، لان انت المعلومات بتاعتها مرتبطه ببعضها. ممكن ان احنا مثلا الفتره اللي باقيه على الامتحانات دي ان احنا نعمل جدولين. اول اسبوع يكون مثلا احنا مقسمين فيه المواد بتاعتنا كل يوم مادتين 3 كده، مقسمينهم لحد ما على اخر الاسبوع او على اخر الاسبوعين على حسب الفتره اللي احنا محددينها، ممكن اسبوع اسبوعين 10 ايام تلم لك فيهم المواد كده تراجعهم كل يوم باب من ماده معينه مثلا او فصل او اي حاجه، المهم على حسب مقدرتك وعلى حسب الجدول اللي انت عامله، وعلى حسب برضو الوقت اللي فاضل لك. يعني مثلا لو انت فاضل لك شهر غير لو فاضل لك اسبوعين، فانت هتحاول تضغط نفسك شويه، فالفكره كلها على حسب ظروفك انت. المهم خلصنا اول حاجه لمينا المواد مثلا كلها قسمناها ولميناها في الفتره اللي احنا محددينها دي، هنبتدي بعد كده بقى ان احنا نعمل جدول تاني نذاكر كل يوم ماده او ناخد كل يوم ماده لوحدها بنراجع عليها كلها، واللي هو بنلمها خلاص بقى بنفنشها زي ما بيقولوا، عشان ان شاء الله نكون داخلين الامتحانات 100 100. معظمنا اساسا لسه امتحاناته يعني ما قربتش، يعني انا فاضل على امتحاناتي حوالي 3 اسابيع، فاللي هو 3 اسابيع كفايه جدا. انا ممكن مثلا في اسبوعين الم المواد وبعد كده في الاسبوع اللي فاضل اذاكر كل يوم ماده واحل عليها امتحانات وراجع عليها، فدي حاجه كويسه جدا. نيجي دلوقتي للجدول اليومي، هو ده انا عملته والله العظيم حاجه على السريع كده، لان انا بصراحه مستعجله شويه، حابه اصور لكم النهارده كذا يوم لان النهارده الجمعه، فانا حابه اصور لكم كذا يوم وانزلهم على مدار الاسبوع، فاعذروني ما يعني ايه ما اهتمتش بالمنظر اللي عامل الجدول، بس نحاول ان احنا حرفيا فعلا واحنا بنعمل الجدول نحط فيه الوان، نعمله اللي هو بشكل حلو شويه، بحيث ان هو يعني يشجعنا شويه على المذاكره، بس في نفس الوقت ناخد بالنا ان هو ما يستهلكش من وقتنا، اللي هو انا ما اقعدش اعمل في جدول 3 ساعات وبعد كده ما استخدموش يعني. المهم مثلا هنا انا كاتبه الوقت اللي هو من كذا لكذا ومن كذا لكذا، انا محدداه بالساعه عشان اكون منظمه يومي. يعني انا مثلا هنام 8 ساعات، ال 16 ساعه التانيين يكونوا فعلا يعني متظبطين 100% ان انا يعني مستغله كل دقيقه فيهم. وهنا كتبت الحاجه اللي انا هعملها، انا كتبت بالعاميه عادي اللي هو فاهم انا يعني كده كده ده جدول بيني وبين نفسي يعني مش هوديه للوزير. المهم مثلا قلت ان انا هصحى مثلا الساعه 7، فمن 7 ل 7 ونص مثلا انا هفطر وهصلي وكده، واللي هو الواحد لسه بيفوق يعني، فما ينفعش نخش كده مره واحده. المهم مثلا ان احنا هنبتدي بقى من 7 ونص لحد 8 مثلا، هبدا ان انا اذاكر بقى، هشوف ايه هي الماده اللي انا عايزه اذاكرها، فقلت مثلا ان انا اخش في حاجه تقيله شويه او حاجه اللي هو فاهم يعني دايما بيقول لك ابدا بالحاجه الصعبه او الحاجه اللي هو فاهم انت عايز تخلص منها. فقلت مثلا اقعد مثلا اذاكر شويه فيزياء او احل شويه فيزياء عشان ايه يشغلوا لي دماغي شويه، وفي نفس الوقت اكون يعني ايه دخلت بحاجه صعبه كده، فخلاص داخله لسه بطاقه واقدر ان انا امشي فيها. وكمان احنا لسه الصبح فالواحد دماغه رايقه.
بعد كده قلت مثلا ان انا خلاص خلصت الفيزياء، فهاخد مثلا حوالي 10 دقائق بريك. فهبدا مثلا من 8 و10 لحد 9، هشوف مثلا شرح من على اليوتيوب لدرس معين انا ما كنتش فاهماه، فهبتدي ان انا اشوفه واذاكر واحل عليه وكل حاجه. فساعه كفايه جدا ان انا يعني افنش الدرس واخلصه 100%. لو هشوف شرح من على اليوتيوب مثلا ساعه ولا نص ساعه واقعد احل شويه كمان، فساعه كويس جدا. بعد كده مثلا من 9 ل 9 ونص، انا نسيت اكتب ان هو هنا في بريك، بس اكيد هاخد بريك مثلا بتاع ربع ساعه برضو. فنبدا مثلا من 9 وربع لحد 10 مثلا، نبتدي ان احنا مثلا نذاكر ماده تانية. وهكذا مثلا من 10 ل 11 نبتدي ان احنا نذاكر ماده تالتة. وبعد كده بقى من 11 ل 12 مثلا ممكن ناخد بريك بقى، اللي هو يعني احنا ذاكرنا كذا ماده، فاللي هو ناخد بريك بقى اللي هو خلاص انا مش هذاكر. ومن 12 لواحدة مثلا بقى ممكن نتغدى والكلام ده كله، يعني نمارس حياتنا الطبيعيه عادي. احنا مش بنذاكر 24 ساعه. ممكن بقى باقي اليوم لو عندنا دروس او اي حاجه ننزل برضو نرجع تاني بالليل مثلا على الساعة، يعني خلينا نقول انه يعني اكتر وقت هنتاخر فيه مثلا هنروح البيت الساعه 7 لو عندنا دروس اللي هو لحد متاخر. يعني هنروح البيت الساعه 6 7 مثلا، هنبتدي ان احنا برضو نريح شويه، بعد كده نبدا مذاكره ماشي من الساعه 8 تاني مثلا. من 8 ل 9 مثلا نذاكر لنا كمان ساعه، ممكن نحل او نعمل حاجات خفيفه طالما احنا خلصنا اللي ورانا كله الصبح. وبعد كده مثلا على الساعه 10 11 بالكتير قوي ننام عشان نعرف نصحى تاني فايقين ومركزين بكره. بيتهيألي 8 ساعات نوم كفايه جدا، وكمان لو احنا متغطين نحاول نقللهم على قد ما نقدر، بس ما نقللش عن 6 ساعات نوم برضو عشان يعني ما يجيش على صحتنا، وكمان مش هنبقى مركزين اصلا واحنا بنذاكر وكل الكلام ده. اهم حاجه صحتنا، اهم حاجه برضو نبقى مهتمين بنومنا، مهتمين باكلنا، مهتمين بكل حاجه، عشان هي دي الحاجات اللي هتساعدنا ان احنا يعني نذاكر ونتفوق ان شاء الله. فمش عشان انا عايزه ابقى متفوق او عشان عايز اجيب درجه كويسه او تقدير كويس او مجموع كويس ان انا اضغط نفسي واجي على صحتي، لان ده بالعكس هينعكس عليا بحاجه وحشه بعد كده. وبس كده، وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. اهم حاجه ان انتوا تكونوا عندكم اصرار وعزيمه كده، اللي هو انا عايزه اعمل حاجه يبقى هعملها. انا هطلع، انا خلاص خلصت الفيديو ده، انا هقوم امسك ورقه وقلم واعمل الجدول. وغالبا انتوا بعد الفيديو ده انتوا مش محتاجين اي حاجه، انا قلت كل التفاصيل اللي انتوا محتاجينها. فخلاص انتوا اقفلوا الفيديو وابداوا ان انتوا بقى اعملوا الجدول بتاعكم، وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا. ويعني اي حد نفسه في اي حاجه ربنا يحققها له طالما هو بيسعى وبيجتهد عشانها وبيذكرها دايما في دعائه. خلي دايما اي حاجه انت بتتمناها، انت مش عايز اي حاجه، يعني انت مش بتطلب اي حاجه من حد غير من ربنا. يعني انت انا يا رب انا عايز كذا وانا هسعى لكذا فاعمله لي يا رب، لكن ما تروحش تطلب من حد، ما تروحش تسعى لحد او لرضا حد. اهم حاجه رضا ربنا، وان انت تسعى لرضا ربنا يعني ان انت اللي هو مقتنع 100% ان انا عايز الحاجه دي فربنا هيعملها لي. خلاص انا بس بسعى والباقي على ربنا. وبس كده، اشوفكم في فيديوهات جايه، مع السلامه.